أهلا بكم في الحدث. أكدت الحكومة الجزائرية أن ادعاءات نظام المخزن على فبركة وتزييف مشاهد العتاد الفلاحي وموسم الحصاد في الجزائر خالية من الصحة وتصب في إطار حرب الإشاعات التي تستهدف تشويه سمعة البلاد. والخط الطويل للشاحنات هو حصاد الاجتهاد الاقتصادي للبلد القارة. وفي هذا الصدد تواصلنا مع الشاب منير سيلا الذي قام بتصوير ونقل المشاهد مباشرة من الصحراء الجزائرية، وصرح لنا بالتالي: نشكركم على هذه الاستضافة بخصوص الموضوع اللي راه داير ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى قنوات الإعلام المغربي، اللي نشروا التلفزيون الجزائري تاع دخول الشاحنات والحصادات لولاية أضرار. هذا الفيديو من تصوير ومونتاجي، وأكيد أي مختص في مجال التصوير والمونتاج ينجم يعرف الفرق بين الذكاء الاصطناعي وبين ما تلتقطه العدسة. وكذلك أريد أن أشير أن المشاهد الملتقطة ما هي إلا جزء بسيط من حركة التنمية الزراعية في المنطقة، والحمد لله. ونشكركم لأنكم تواصلتوا مع مصدر هذه اللقطات المصورة من أجل إثبات الحقيقة، وهذا إنصاف لعملنا. بارك الله فيكم. والحمد لله الصحراء ولات خضراء ولات تجيب القمح. قال لك الذكاء الاصطناعي معليش معليش هذا كان الذكاء الاصطناعي يوكلني القمح، مرحبا به. وبهذا نختم معكم حدث اليوم إلى حدث آخر.